معالي وكيل وزاره، خزان كان في 400 لتر يا معالي. انت وكيل وزاره اللي حضرتك متبلغ فيه 1700، متبلغ فيه 1700 وهو كان فيه 400 لتر فقط. حلو كتير خالص تموت. اتقوا الله، اتقوا الله فينا، اتقوا الله فينا انتوا اللي نشرتوا الوباء. اتقوا الله، اتقوا الله، الكرسي مش هيدايملكم. في ساعة من الساعات ويوم من السنة الجديدة سمعنا صوت سويت وأخبار كانت مش سعيدة، نتيجة إهمال راحت أرواح مش كتيرة، بس روح واحدة تروح نتيجة إهمال دي جريمة. مش عايز أعيش في مجتمع فيه الإهمال فريضة، مش عايز أعيش في مجتمع فيه العقول مريضة، مش عايز أعيش في مجتمع فقير من التفكير. كل العقول فيه أشفرت بقت على الحديدة، اختفيتوا لما جيتوا تتعاتبوا عشان إهمالكوا، وعليكوا ثبتت الغلطة. خفتوا ليه وليه أنكرتوا قطر موت وانتوا اللي بتسوقوا ومغميون عيونكم؟ مفوش بس الا الغلبان اللي بيدفع تمن تذكرته. عمري ما سمعت عن حادث زي ده وسط البلاد، دايما مشهورين بقلة العقل وبالانفلات. لو كنتم للمريض الفقير عاملين حساب ما كانش حصل جوا مواسير الاكسجين انسداد. هنعيش طول الحياة اموات فداء للمناصب، هنعيش ونفضل لله على الحافة دايما رواسب. كل حد كان له ذنب فوق وقع البلد دي قاصر، واحنا شعب غلبان ملناش الا ربنا اللي ناصر. حط نفسك جوه حد من اهالي الميتين، حد من اهلك ميت نتيجة اهمال الجاهلين. لما حد يجي يسألك سبب الوفاة كان ايه، فترد تقول له سبب الوفاة انقطاع في الاكسجين. احنا ميتين، احنا بالفعل بامانة مش عايشين، احنا شامين ريحة الموت حوالينا مش ضامنين. مش فاهمين فعلا ما احنا برضو اللي مغفلين بنموت وهنموت علشان احنا اللي برضو طيبين. ملعون ابو المناصب والفلوس اللي عاملكوا، ملعون ابو الاعلام اللي بيصدقنا كدبتكوا. عمر الضمير ما جه في الخير مرة كده وكلمكوا، عمر الاهتمام بروح الناس ما كانت قضيتكوا. اعرف انك لو داخل مستشفى فانت داخل قبر، دي الحقيقة مش ببالغ، ده انت عايش جوه مصر. استهتار بكل حاجة حتى ارواح الغلابة، منظر الجثث وسط البطاطين حاجة تموت من القهر. ما عيطش على ارواح الناس غير الممرضين اللي عاشوا وشافوا الناس وسط ايديهم ميتين. ما زعلش على ارواح الناس بجد، قال هم مش زي اللي بيكدبوا وعلى الحوار مكتمين. ياللي انت خايف على المنصب وخايف من الجزاء، طب قابل دعوات هتجيلك من اللي هيحصل.